فوز الزمالك على بتروجيت 2-0 بيأكد نادي الزمالك مقولة بمن حضر على نادي الزمالك وبس، مش بصفقات، مش بفلوس، مش باعلانات، لا بمن حضر، بالجمهور، جمهور نادي الزمالك وبس. جمهور نادي الزمالك النهارده بيدي دروس لكل المسؤولين عن الكوره وعن نادي الزمالك. يمكن من الهتافات النهارده اللي سمعناها ولا ادوارد ولا غيره، جمهور الزمالك مفيش غيره. وكمان هتاف شمال يمين الخضري وابراهيم، الخضري الباك الشمال الناشئ نادي الزمالك، ومحمد ابراهيم الباك اليمين. الشمال واليمين الناشئين اللي بيحبوا نادي الزمالك. جمهور الزمالك واعي وفاهم وعارف احنا في فتره صعبه جدا، وبعد اللي بيعمله جمهور نادي الزمالك ده عايزين حاجه واحده بس، هدوء، كله يهدى. يا ريت الاعلاميين اللي فاهمين وعارفين نادي الزمالك كويس وولاد نادي الزمالك يسكتوا، اسكتوا وسيبوا نادي الزمالك. الاداره هتفضل موجوده، اداره الكوره هتفضل موجوده، مالكمش مكان، اصبروا على نادي الزمالك. حرام عليكم، نادي الزمالك محتاج لكل دعم، دايما بترموه على الجمهور وبس. بجد نادي الزمالك ده قايم على الجماهير مش كلام. جمهور نادي الزمالك يتعمل له تمثال، جمهور نادي الزمالك ده يتدرس، ما بيبطلش تشجيع نادي الزمالك، بيحب نادي الزمالك وبيعشقه، ومهما حصل برضه بيفضل بيشجع وبيدعم. واحنا هنفضل وهندعم الفريق اللي موجود دلوقتي، وهندعم معتمد جمال حتى لو ما جاش مدرب اجنبي، مع اني مش مع ان هو يستمر، لازم مدرب اجنبي، بس هندعم اللي موجود، لازم ندعمه. الماتش الجاي ماتش النادي المصري في الكونفدراليه، ماتش مهم جدا في استاد السويس بلدي، انا هبقى موجود ولازم كلنا نبقى موجودين. كل الزملكاويه لازم يحضروا الماتش، هنقف جنب الفريق وهنشجع وهندعمه لغايه ما يكسب ولغايه ما يقف على رجليه. مش احنا بتوع صفقات، مش احنا بتوع الفلوس، مش احنا بتوع الاعلانات، احنا بتوع التشجيع، احنا بتوع الحب والعشق والوقوف جنب نادينا اللي بنحبه. نادينا مش بنحبه عشان هو بيكسب، لا، عشان يفضل يكسب وعشان ياخد بطولات، مش عشان بياخد بطولات. احنا كده مهما حاولت ومهما فكرت مش هتقدر توصل لحب وعشق جمهور نادي الزمالك. انت بتحب ناديك بلاعب، بصفقة، ببوم، بطخ، لكن احنا بنحب نادينا عشان بنحبه بس، مش مستنيين ولا عايزين نشوفه غير بيكسب وبس. نادي الزمالك نادينا، هنفضل واقفين جنبه. يا ريت الهدوء، محدش يتكلم الفترة دي، ندعم وبس، كل الدعم. يا ريت تتعلموا شويه من جمهور نادي الزمالك. لو كل لاعب سابق في نادي الزمالك وكل مسؤول بص لجمهور الزمالك هيسكت ومش هيتكلم وهيشجع النادي اللي المفروض يحبه زي كل جمهور نادي الزمالك.